السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم فيه عن الprocess variables. دلوقتي طبعًا إحنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الprocess flow diagrams، وقلنا هو إيه المحتويات بتاعة الdiagrams اللي إحنا اتكلمنا عليها، سواء بقى process flow diagram، piping and instrumentation diagram، clock flow diagram، single line diagram وهكذا. طيب في الفيديو ده هنتكلم فيه عن واحد من ضمن العناصر الرئيسية جدًا في الpiping and instrumentation diagram، هو الcontrol loop، دوائر التحكم. طيب هي دوائر التحكم دي يا ترى هو أنا بابقى محتاج أتحكم في إيه؟ قد يكون مثلًا أنا محتاج أتحكم في درجة الحرارة، محتاج إن أنا أتحكم في الflow أو الlevel أو الpressure. على سبيل المثال محتاج أتحكم في درجة الحرارة بتاعة الfluid، الflow بتاعه، معدل السريان بتاعه، الlevel اللي جوه التانك أو جوه السبريتور مثلًا، وكذلك الpressure. وكذلك في بعض الأحيان بابقى محتاج حاجة اسمها الanalytical variable. يعني إيه analytical؟ يعني على سبيل المثال التركيز بتاع مادة معينة، أو مستوى الpH أو الحمضية أو القاعدية بتاعة مادة معينة، أو نسبة الأكسجين في مادة معينة، أو نسبة ثاني أكسيد الكربون وهكذا. فدي كلها بيتقال عليها analytical control، بتعرّفك درجة نقاوة مادة معينة، concentration وهكذا. يبقى دي الحاجات اللي أنا ممكن أتحكم فيها، سواء temperature، flow، level، pressure and analytical variables. طيب إحنا بعد ما هنتكلم على الحاجات دي، خلاص كده إحنا خلّصنا الplay list بتاعتنا. يبقى أنا دلوقتي محتاج إن أنا أفهم الinstrumentation نفسها، الأجهزة اللي موجودة عندي في الplant، اللي هتخلّيني أفهم الcontrol ده شغال إزاي. طيب لو جينا بصينا هنا، أول حاجة هنتكلم فيها هو الpressure control loop، دايرة التحكم في الضغط. إيه الهدف بتاعها؟ إن أنا أتحكم في الضغط. طيب إيه الجهاز اللي بيتحكم في الضغط؟ أكيد pressure transmitter. أول حاجة بيكون عندي pressure transmitter، هو الsensor بتاعي، أو هو الpressure element اللي بيبدأ يحس بالpressure. طيب بعد ما هيكون عندي الpressure element اللي بيحس بالpressure نفسه، هيكون عندي transmitter بيبعت الإشارة اللي هو شافها من الelement حسّها دي، لغاية الإشارة دي هيبعتها لغاية متحكم. المتحكم ده اللي هو الcontroller، فالcontroller ده هيبدأ إن هو يعمل إيه؟ هيبدأ يقارن هي درجة الحرارة دلوقتي كام، وأنا عاوز أحقق كام، وبناءً على هو أنا محتاج أحقق كام، ودرجة الحرارة أو الضغط كام دلوقتي، فيبدأ إن هو ياخد action معيّن. وبالتالي الcontroller ده عشان ياخد action، الإشارة بتاعته، الإشارة الكهربية أو الdigital اللي هي بالملي أمبير، محتاجة تروح بعد كده للcontrol valve. الcontrol valve ده يشتغل مثلًا بالهوا، وبالتالي الإشارة الكهربية نفسها مش هتنفع تروح للبلف ده direct، فأنا محتاج أحوّلها لإشارة هوائية الأول عن طريق الtransducer ده. تمام؟ تمام. يبقى أنا دلوقتي عندي electrical signal من 4 ل20 ملي أمبير بتتنقل ما بين الpressure element والpressure transmitter لغاية الcontroller، والcontroller برضه بيبعت إشارة كهربية من 4 ل20 ملي أمبير لغاية الtransducer. الtransducer ده بقى بيحوّل الإشارة اللي هي من 4 ل20 ملي أمبير كإشارة كهربية لغاية إيه بقى، بيبدأ إن هو يحوّلها لإشارة هوا من 3 ل15 PSIG، بحيث إن هو بعد كده يقدر إن هو يتحكم في الفتح والقفل بتاع البلف بتاعنا. طيب خلّينا كده ندّي مثال لpressure control loop. لو جينا بصينا على الشكل اللي موجود قدامنا ده، فدي pressure control loop. طيب هو إيه اللي بيحصل هنا بالضبط؟ اللي فوق ده اسمه cooler، تمام؟ الcooler ده كل لازمته إن بيعدّي عليه هنا بخار، بخار بعد كده بيبدأ إن هو يطلع منه. فلمّا البخار بيبدأ إن هو يدخل له، طبعًا مش كلّه بيطلع منه، لأ ده جزء كبير منه بيبدأ إن هو يتكثّف وهو طالع. يعني البخار بيمشي كده، بيروح راجع كده، بيبدأ إن هو يبرد. طيب لمّا بيبرد يحصل إيه؟ بيبدأ إن هو يتكثّف. طب إيه اللي هيحصل لمّا هيتكثّف؟ هيبدأ بعد كده إن هو يحصل له condensation. هيحصل له condensation فين؟ في الsurge drum اللي موجودة هنا دي. ده زي knock out drum كده أو surge drum، هي كل دورها إنها بتخزّن الliquid هنا. طب لمّا هتخزّن الliquid هنا، أنا دلوقتي شايف إن الضغط في الliquid ده عالي،
طيب هو الضغط في الليكويد عالي ليه؟ نتيجة إن في vapor موجود هنا، الvapor ده معلّي الضغط شوية. طب لو أنا دلوقتي عاوز أقلل الضغط يا ترى هاعمل إيه؟ ببساطة شديدة هابدأ إن أنا أحط بلف على الخروج بتاع الvapor، أبدأ إن أنا أفتحه. طب أنا دلوقتي لو فتحته 100% فأنا كده هانزّل الضغط جامد. طب ما هو أنا برضه لو قفلته 100% أنا برضه هابدأ إن أنا أزوّد الضغط جامد. طب لو أنا دلوقتي عاوز أتحكم فيه هاعمل إيه؟ لازم أشوف الأول هو الضغط كام، وبناءً على القيمة بتاعة الضغط والقيمة اللي أنا عاوز أحافظ عليها، هابدأ إن أنا أقارن الاتنين ببعض، وبناءً على ذلك لازم في الحالة دي يكون عندي دايرة كنترول، عندي element بيحس بالضغط نفسه، وعندي transmitter بياخد الإشارة دي ويبعتها لغاية متحكم أو controller اللي هو موجود على control system معين، فبيبعت الإشارة دي لغاية الcontrol valve عن طريق I2B transducer، حاجة بتحول لي الإشارة الكهربية لإشارة هوا. فبناءً على كده الإشارة الهوائية دي بتبدأ تروح على البلف بحيث إنها تبدأ إنها تفتحه أو تقفله. لو البلف ده بدأ إن هو يفتح، ففي الحالة دي pressure هيبدأ إن هو هيقل معايا. طب لو البلف ده بدأ إن هو يقفل، الpressure هيبدأ إن هو يزيد معايا وهكذا. وبالتالي في الحالة دي ده مثال بسيط على pressure control loop. يبقى ده باختصار شديد الcontrol loop بتتكون من إيه، وإيه اللي بيحصل فيها وهكذا. طيب الحاجة اللي بعد كده هي الtemperature control loop. طيب من خلال الرسمة اللي موجودة قدامنا دي، هو فين الtemperature control loop بتاعتنا؟ هنيجي نبُص هنا كده هنلاحظ إن دي الtemperature control loop. في الحالة دي أنا عندي هنا temperature element بيحس بدرجة الحرارة بتاعة الliquid اللي طالع من الفرن ده. الفرن ده أو الboiler ده هو كل دوره إن لمّا بيعدّي فيه fluid بيبدأ إن هو يسخن، عشان هابدأ بعد كده إن أنا أعمل له مثلًا distillation أو stabilization وهكذا. طيب يبقى أنا دلوقتي محتاج إن أنا أسخّنه. طيب جميل جدًا، هتسخّنه محتاج تقيس درجة الحرارة، هتقيسها إزاي؟ هتقيسها عن طريق temperature element ده، وبعد كده هيبدأ الtransmitter ده إن هو يبعت الإشارة اللي هو حسّها من الelement لغاية TIC أو controller temperature indicating controller، عبارة عن متحكم في درجة الحرارة. المتحكم ده أنت مثلًا قايل له يا عم الحاج أنا محتاج إن أنت تحافظ على الset point بتاعتك 350 فهرنهايت. طب بما إن أنت دلوقتي أنا قايل لك تحافظ على 350 فهرنهايت، طيب هو أنت كام دلوقتي؟ أنت مثلًا 350 فهرنهايت برضه، ففي الحالة دي البلف هيروح فاتح على فتحة معينة. طب ماذا لو الprocess value القيمة الحالية بتاعتي بدأت إنها تزيد؟ ده معناه إيه؟ يعني هي لمّا هتزيد، إيه علاقة ده أصلًا بالبلف ده؟ ودايرة التحكم دي أصلًا شغالة إزاي؟ دايرة التحكم ديّة بتعتمد إن أنا عندي بلف، البلف ده يعتبر بلف الهوا والفوي أو كمية الحرق بتاعي، من الآخر كده دي الشُعلة بتاعتي، زي عين البوتاجاز بالضبط. ال العين بتاعة البوتاجاز لو أنا فتحتها أكتر هادخّل كمية وقود أكتر، وهادخّل كمية غاز بتتحرق أكتر، وبالتالي درجة الحرارة هتبدأ إنها تزيد. وبالتالي البلف ده لمّا يفتح درجة الحرارة هتزيد، والبلف ده لو قفل درجة الحرارة هتبدأ إنها تقل. نفس المنطق بالضبط هنا، أنا دلوقتي لو لقيت درجة الحرارة الحالية اللي هي الprocess value بتاعتي بدأت إنها تقل عن الset point، أنا مثلًا باقول له أنا عاوزك تحافظ على set point 350 فهرنهايت، بس أنت دلوقتي مش 350 فهرنهايت، أنت 300 بس، فبناءً على كده المفروض درجة الحرارة تزيد. فالcontroller ده هيروح بقى يعمل إيه، هيروح باعت إشارة للبلف ده يقول له افتح شوية عشان تدخّل كمية fuel أكتر محروق، وبالتالي درجة الحرارة هتبدأ إنها تزيد. طب لمّا درجة الحرارة تبدأ إن هي تزيد فوق الset point، ده معناه إن أنت مسخّن زيادة عن اللزوم، فيروح الcontroller يبعت إشارة للبلف يقول له اقفل شوية، فالبلف يبدأ إن هو يقفل شوية، فكمية fuel تقل، وبالتالي درجة الحرارة تبدأ إنها تقل. طيب معانا دلوقتي temperature control loop، الغرض منها إن أنت بتتحكم في كمية التسخين أو التبريد اللي داخل على مادة معينة. طيب
ممكن إيه الapplications بتاعتها، إن أنا دلوقتي عندي مثلًا steam أو بخار داخل على cater بboiler، أو عندك مثلًا زيت سخن داخل على heat exchanger، عندك cooling water داخل على condenser مثلًا بتبرد، عندي natural gas flow to burner. يعني مثلًا أنا دلوقتي باسخّن مادة معيّنة، فالمادة ديّة من طريق إن أنا بادخّلها على زي فرن، الفرن ده بيبدأ إن هو يسخّنها وهكذا. طيب إيه المكونات بتاعة الtemperature control loop؟ طبعًا عندنا الelement نفسه اللي بيحس بالtemperature، عندنا الtransmitter اللي بيبعت الإشارة، عندنا الcontroller، عندنا الtransducer، وعندنا الfinal control element. دي طبعًا العناصر الرئيسية اللي هتلاقيها في أي دايرة كنترول، زي مثلًا ما إحنا شُفنا الشكل اللي فات ده. لو جينا بصينا على الشكل اللي فات، آدي الelement اللي بيحس، آدي اللي بيبعت الإشارة، بيبعتها لغاية الcontroller، وفي نفس الوقت الcontroller بيبعت الإشارة لغاية البلف ده اللي هو الfinal control element، عن طريق حاجة بتحوّل الإشارة الكهربية لإشارة هوا، وهو الI2B transducer أو converter. دي المكونات بتاعة الtemperature control loop. طيب الحاجة اللي موجودة بعد كده معانا هو الlevel control loop، دايرة التحكم في الlevel. يا ترى دايرة التحكم في الlevel بتشتغل إزاي؟ خلّينا مثلًا نشوف المثال اللي موجود قدامنا ده. أنا دلوقتي عندي في المثال ده، عندي هنا زي في drum مثلًا هنا، زي search drum، أنا محتاج أتحكم في الlevel بتاعه، وده بيتم عن طريق إن أنا دلوقتي بيكون عندي هنا بومبات. البومبات ديّة هي كل دورها إنها لمّا بتبدأ إنها تشتغل، تبدأ بعد كده إنها تطلّع لي الliquid على السكة دي. فده معناه إن البلف اللي موجود هنا اللي هو الLCV أو الlevel control valve ده، لمّا بيبدأ إن هو يفتح الlevel هنا بيبدأ إن هو يقل، وده طبعًا منطقي جدًا. فبناءً على هذا الأساس، أنا دلوقتي بيكون عندي level control loop، وده بيتم عن طريق إن أنا بيكون عندي هنا level element بيحس بالlevel، وبعد كده بيترجمه لغاية إشارة ك100%. يا ترى هو الlevel دلوقتي 100% والّا 0 والّا 25 والّا 60 والّا 50 والّا إيه بالضبط؟ فبيبدأ بعد كده الtransmitter ده يبعت للLIC level indicating controller. الLIC ده بقى بيكون واصل له إيه، بيكون واصل له set point معيّنة process value. أنا دلوقتي باقول له أنا عاوزك تحافظ لي على الset point بتاعتي 50%، وبالتالي هو بيبدأ يضبط الprocess value بتاعته إن هو يوصّلها ل50%، وده بيتم عن طريق إن هو بيطلّع output معيّن، قيمة بتطلع من بتروح للبلف ده، بحيث إن هو يحافظ على الprocess value عند الset point اللي أنا قايل له عليها، ألا وهي مثلًا ال50%. فهو هيبدأ إن هو يروح للبلف ده يخلّيه يفتح بفتحة معيّنة، بحيث إن هو بعد كده هيخلّيه إيه، هيخلّيه يحافظ على level معيّن موجود معاه. وبالتالي الlevel control loop هي كل دورها إنها بتتحكم في الlevel جوّه vessel أو جوّه tank. طيب الcommon instruments used عندنا إيه مثلًا؟ ممكن يكون عندنا زي عوامة بتبدأ إنها تحس بالlevel، لو بدأ هو يعلى بتبدأ إنها تلقط، زي switch مثلًا كده. طيب عندنا أنواع كتير من الlevel transmitters اتكلمنا عليها في playlist منفصلة بعنوان instrumentation and process control for engineers أو for operators. طيب ممكن نشوف الفيديوهات ديّة بعدين. طيب الحاجة اللي موجودة بعد كده هي الflow control loop. يا ترى هو دايرة التحكم في الflow بتشتغل إزاي؟ طبعًا برضه الكلام ده كله إحنا شرحناه، ولكن إحنا هنا جايين نتكلم في إيه؟ إحنا بس جايين نتكلم باختصار شديد كده، هو الدنيا ماشية إزاي؟ الكلام ده كله تقريبًا مشروح بالتفصيل هناك يعني. طيب وبعدين أنا مثلًا عندي الشكل اللي موجود قدامي ده بيقول لي إيه، بيقول لي خلّي بالك أنت عندك هنا دايرة تحكم في الflow. طب ده بيتم إزاي؟ ده بيتم عن طريق إن أنت عندك هنا flow transmitter. طب الflow transmitter ده بيعمل إيه؟ بيبدأ إن هو يعمل إيه، بيبدأ إن هو يحس بالflow. فلمّا يبدأ إن هو يحس بالflow إيه اللي هيحصل؟ هيبدأ بعد كده يبعت الإشارة ديّة للFIC أو الflow indicating controller، اللي هو بناءً عليه لمّا بيلاقي إن الflow زاد، يروح قايل للبلف ده اقفل شوية. طب لو لقى إن الflow بدأ إن هو يقل،
بيروح قايل للبلف ده افتح شوية. فإيه العناصر بتاعة التحكم اللي موجودة هنا لو جينا بصينا عليها، هنلاحظ إن أنا عندي رقم 1 هو الelement نفسه أو الترانسميتر، رقم 2 الكنترولر، رقم 3 الI2B اللي بيحول الإشارة الكهربية لإشارة هوا، ورقم 4 الفاينل كنترول element وهو الكنترول فالف أو الفلو كنترول فالف اللي موجود عندي. طيب هنتكلم بعد كده عن إيه؟ هنتكلم بعد كده على برضه تلخيص للفلو كنترول لوب، وهنا بيقول لك هو إيه الغرض من الفلو كنترول لوب؟ برضه إن أنا باتحكم في الفلو، أنا محتاج يكون عندي sensing device، محتاج يكون عندي controller، محتاج يكون عندي final element بيبدأ إن هو يعمل إيه؟ بيبدأ إن هو بعد كده بيعدي الفلو بتاعي. طب إيه أنواع الفلو element؟ الكلام كله اللي موجود قدامنا ده برضه شرحناه في البلاي ليست اللي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده. طيب آخر حاجة هو الاناليتيكال كنترول لوب، هو كل دورها إنها بتتحكم في تركيز مادة معينة أو نسبة، أو مثلًا كمية أكسجين، كمية مادة معينة بتركيز معين وهكذا. تمام؟ طيب على سبيل المثال لو جينا بصينا على الشكل اللي قدامنا ده، فهنلاحظ هنا إيه بقى؟ نلاحظ هنا إن أنا موجود عندي هنا water make up. طب هو إيه أصلًا الشكل اللي موجود قدامنا ده؟ ده عبارة عن cooling tower. cooling tower ده هو كل دوره إن هو فيه مَيّة بنسبة أملاح معينة. طيب وبناءً على ذلك هو أنا هاعرف منين المَيّة اللي موجودة هنا دي أنا محتاج أغيّرها والّا لأ؟ لإن المَيّة دي عبارة عن closed circuit أو closed loop. المَيّة بتبدأ إنها تطلع من هنا، تروح بعد كده تبرّد مادة معيّنة وبتسخن، وبترجع تاني للسيستم وبابردها، وبعد كده بتتكثف، وبعد كده بتفضل تلِف في الدايرة دي. فطول ما المَيّة عمّالة تلِف في الدايرة دي، فالمَيّة في الحالة دي بتبدأ إنها تتلوث، طبعًا درجة النقاوة بتاعتها بتبدأ إنها تقل، نسبة الأملاح بتبدأ إنها تزيد وهكذا. طيب ما هو بناءً على كده أنا لمّا نسبة المَيّة بتاعتي لو الأملاح اللي فيها بدأت إنها تزيد، ده ممكن يعمل لي مشكلة في السيستم، وبالتالي في الحالة دي أنا محتاج أغيّر المَيّة. فأنا هاعرف منين إن نسبة الأملاح أو نسبة الشوايب بدأت إنها تزيد؟ هاعرف منين؟ لازم يكون عندي جهاز، الجهاز ده بيبدأ إن هو يعمل إيه؟ بيبدأ إن هو يشوف كمية الشوايب أو الأملاح اللي موجودة في المَيّة، لو لقى إن الأملاح أو الشوايب اللي موجودة في المَيّة بدأت إنها تزيد، بيبعت لك alert يقول لك خلّي بالك المَيّة دلوقتي الكمية بتاعة الأملاح اللي فيها بدأت إنها تزيد. فهو من دماغه بيروح يعمل إيه، بعد ما القيمة دي بتبدأ إن هي تزيد، بيبدأ إن هو يدرّن المَيّة دي، بيفضّيها خالص وبيدخّل لك مَيّة جديدة. طب هو الكلام ده بيتم إزاي؟ بيتم عن طريق الanalyzer transmitters اللي موجودة هنا دي. على سبيل المثال أنا عندي هنا analyzer transmitter، فالanalyzer transmitter ده أول ما بيلاقي إن تركيز الأملاح بدأ إن هو يزيد، بيروح يخلّي البلف ده يفتح. تمام؟ طيب وفي نفس الوقت بيروح يعمل إيه، بيروح برضه يضيف chemical معيّن. طيب ما هو ما هيضيف chemical معيّن عشان يعالج المَيّة، عشان يضبّط التركيزات بتاعتها، عشان ما تضرّليش السيستم والكلام ده. هيعمل إيه تاني؟ لأ ده هو كمان محتاج يضبّط الpH، مستوى الحموضة أو القاعدية بتاع المَيّة، لإن دلوقتي المَيّة ديّة لو فيها كمية أملاح، دي المَيّة الجديدة اللي هتدخل، لو فيها مثلًا نسبة أملاح عالية، ففي الحالة ديّة برضه أنا محتاج أعادل الpH بتاعها. وده عن طريق إن أنا باضيف مادة اسمها pH controller، بيبدأ إن هو يتحكم في الpH بتاعة المَيّة بحيث إن هو يخلّيها مثلًا متعادلة، فما تعملّيش corrosion مثلًا في الpipeline، أو يخلّيها مثلًا alkaline أو قاعدية شوية معدية السبب بحيث إنها إيه، فرصة تكوين أملاح حمضية فيها تكون قليلة، بالتالي هي هتفضل دايمًا موجودة مش هتعمل لي corrosion في السيستم بتاعي. ده مثلًا على سبيل المثال يعني. فدلوقتي أنا عندي chemicals كتير، chemical باضيفها pH controller الكلام ده كله، وعندي الwater make up. ففي هذه الحالة أنا دلوقتي أقدر أقول إن أنا هنا بافضّي المَيّة اللي كان فيها أملاح، وباضيف مَيّة جديدة، وباضيف pH controller، وباضيف chemicals جديدة. طيب هو الموضوع ده بيتم إزاي؟ الموضوع ده بيتم عن طريق الanalyzer controller، اللي هو أول ما بيلاقي إن كمية مثلًا الpH controller اللي هنا أو نسبة الpH بدأت إنها تقل،
فالميه ديت بقت حمضيه شويه، فبيروح عامل ايه؟ بيروح الانالايزر ده باعت الكنترولر ده يروح فاتح البلف ده، مزود البي اتش، يرجعه تاني مثلا 7.8. طيب انا دلوقتي بالنسبه للكيميكال اديتيفز لقيتها قلت، فبيروح الانالايزر ده حاسس بالكلام ده، بيبعت اشاره للبلف ده بيقول له افتح عوض لي الكيميكال اديتيفز اللي الميه فقدتها. طيب ايه ده؟ والله ده على سبيل المثال مثلا كميه العكر اللي موجوده في الميه، او كميه الملوثات اللي موجوده في الميه بدات انها تزيد، فبيروح قايل للبلف ده افتح صرف لي بقى الميه دي كلها. ففي الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ اضطر بعد كده ان انا اعمل حاجه اسمها ووتر ميك اب، ان انا بقى ببدا ان انا ادفع ميه من بره جديده مضيفه عندي في السيستم، تملالي التانك اللي تحت ده، او الجزء اللي موجود تحت عندي ده، بحيث انها ترجع تاني للسيستم بتاعي. طيب يبقى الاناليتيكال كنترول لوب هي كل دورها انها تتحكم في الكومبوزيشن بتاع ماده معينه، نسبتها، تركيزها، الكلام ده. على سبيل المثال ان انا عاوز اتحكم في البي اتش بتاع الكولينج ووتر زي ما احنا قلنا قبل كده. طبعا لو في نسبه بي بي ام او املاح بارت بير مليونز دايما مثلا في الميه بتاعتي، فانا محتاج اعرف نسبتها قد ايه وهكذا. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها هو الكاسكيدد كنترول لوب. طيب هو الكاسكيدد كنترول لوب يعني بتشتغل ازاي؟ على سبيل المثال لو انا جيت دلوقتي على الشكل اللي موجود قدامنا ده، هنلاحظ هنا ان انا عندي ده temperature transmitter او temperature element. طيب جميل جدا. بعدين انا دلوقتي شايف ان درجة الحرارة في الكولم ده بدأت من فوق انها مثلا تزيد شوية. طب حلو، لما درجة الحرارة تزيد ده معنى ايه؟ ده معناه ان انا محتاج ابردها تاني. طب ده هيتم عن طريق ايه؟ ده هيتم مثلا عن طريق ان انا هروح اعمل ايه؟ هفتح البلف ده. فالبلف ده دلوقتي هيفتح ازاي؟ اول ما درجة الحرارة هتبدأ انها تزيد، فالتمبريتشر ترانسميتر ده هيروح يبعت اشاره للتي اي سي. فالتي اي سي ده دلوقتي جاي له ايه؟ جاي له بروسيس فاليو من هنا. طيب ما انا برضو عندي هنا في اف اي سي كنترولر تاني، فالكنترولر ده بيبعت اشاره للكنترولر ده، فالكنترولر ده بيتقال عليه برايمري كنترولر، الكنترولر ده بيتقال عليه سكندري كنترولر. لان هو بياخد الاوردر بتاعه منين؟ بياخد الاوردر بتاعه او السيت بوينت بتاعته من التي اي سي ده. فبالتالي في الحاله ديت السيت بوينت بدل ما انا بديها له تبقى قيمه ثابته، لا هي بتبقى قيمه متغيره بناء على درجه الحراره. فلما درجه الحراره بتبدا انها تتغير، السيت بوينت برضو اللي هو واخدها بتبدا انها تتغير، وبالتالي قيمه فتحته للبلف ده تبدأ إنها تتغير، عشان بدل ما يحافظ على فلو ثابت، لا ده أنا مش عايز أحافظ على فلو ثابت، ده أنا محتاج إن أنا أحافظ على درجة حرارة ثابتة. وبالتالي هو بيبدأ يشوف أنت محتاج درجة حرارة كام من التي أي سي، ويبدأ يحولها هو محتاج فلو كام عشان يحقق الحرارة اللي أنت قلت له عليها. وبالتالي عن طريق ان هو بيحسب الايرور فانكشن بيبدا ان هو يفتح البلف ده بفتحه معينه فيعدي فلو معين يحقق له درجه الحراره اللي انت محتاجها. ده باختصار شديد يعني ايه كاسكيدد كنترول لوب. ممكن برضو نرجع للبلاي ليست اللي احنا عاملينها بنتكلم فيها عن الانسترومنتيشن اند بروسيس كنترول. يبقى دلوقتي الكاسكيدد كنترول لوب هو كل دورها انها تتحكم في 2 بارامتر، ولكن بيكون في واحد مهم وواحد اكثر اهميه. زي هنا مثلا انا عندي هنا المهم هو ان انا اتحكم في الفلو، ولكن الاكثر اهميه هو ان انا عايز اتحكم في درجه الحراره. فلو درجه الحراره اتغيرت فانا محتاج ان انا اغير الفلو غصب عني عشان درجه الحراره افضل محافظ عليها. فالاهم بالنسبه لي هنا هو ان انا احافظ على درجه الحراره، مش احافظ على فلو ثابت. يبقى انا عندي متغيرين اتنين انا بحافظ عليهم، وبحافظ خصوصا على واحد منهم. طيب ملخص للبلاي ليست دي هو ان انا دلوقتي عندي الفرق ما بين البي اف دي والبي اند اي دي. طبعا احنا عرفنا الفرق ما بينهم، عرفنا الغرض من كل واحد منهم، اتكلمنا كمان على امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده، ويعني ايه بلوك فلو دياجرام.
اتكلمنا على انواع الدياجرامز المختلفه، الفلو سيمبلز، التمبريتشر، الليفل، البريشر، الاناليتيكال، وهكذا. احنا كده خلصنا البلاي ليست دي. ان شاء الله نلقاكم في بلاي ليست جديده. ده كان كل اللي احنا محتاجين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.